السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل فطار مع بعض بقى. آه هنبتدي كده. انا عندي لحمة. دوت الدهن بتاع اللحم. يعني بقول للجزار كده يديني ايه، من يحط لي يعني على اللحمة اللي هو الدهن ده. بسيبه كده يسلع. لما تكون الحلة سخنة قوي يبقى اقطعه يعني حتت صغيرة كده وهو بيسلى في الحلة كده مع السخونية. وحطيت عليه بصلاية كبيرة، مقطعة بصلاية كبيرة كده. وانا هرجع احط سمنة، بس ايه يعني بدبلهم كده مع بعض. وديني اهو حطيت سمنة، يعني معلقتين سمنة بقى، مش بلدي بقى اللي يعجبكم يعني، عامة هي دي سمنة بلدي. حطيت معلقتين كده، وابدأ ان انا ادبل البصلاية. احنا ما قلناش احنا بنعمل ايه. احنا بنعمل النهاردة قلت اطبخ يعني طبيخ كده برضو حلو في الشتاء، مش وحش يعني. الحمد لله، اللهم ديما نعمة يا رب. آه الواحد بقى تعب من وقفة المطبخ بقى كل يوم وكده، فالطبيخ بيقعد يعني اهو يوم وتاني يوم ممكن. فدي طريقتي يعني في الطبيخ. انا هعمل بسلة واعمل لوبيا. انا بحط اللحمة كده، اللحمة دي ملبسة، بحبها، كلنا بنحبها ملبسة كده. ما بنحبش يعني، انا عن نفسي بحبش حتة اللحمة ما فيهاش سمين كده، لا بحبها ملبسة كده، بتدي الاكل طعم زي الطبيخ. او حتى لو هتعملي، اللهم صل على النبي، فتة، الحاجات دي يعني انا بحب اللحمة تبقى ملبسة كده، يعني بتبقى ليها طعم بصراحة، غير ما تكون اللحمة حمرا خالص كده. صراحة ربنا اللحمة الحمرا دي انا متعجبنيش خالص. بتعجبني اللحمة لازم يكون فيها سمين كده. حتى لو انا حاطه سمين يعني زي السيلة كده دوت بتاع الدهن بتاع اللحمة، حطاه برضو يعني بستخدمه في الطبيخ او في اي حاجة. برضو اللحمة اللي بتكون ملبسة بتبقى احلى. انا حطيت اللحمة زي ما انتوا شايفين كده مع البصلاية، واحط عليها معلقة فلفل اسود. ما بحطش الملح الا لما اللحمة تستوي خالص، ابدا ان انا احط الملح، عشان انتوا عارفين ان الملح يبطئ سوى اللحمة وكده. بس احط معلقه فلفل اسود واقعد ايه، اقلب. يا دوبك ممكن اغطيها تنزل ميتها وترجع برضو تشربها تاني وترجع ايه، وارجع ايه بقى انا احط الطماطم. بس الاول بسيبها تاخد ايه، تشويحه يعني يمين وشمال كده، واغطي عليها واسيبها تنزل ميتها وترجع تشربها. انما ما بسويش اللحمه، بخلي اللحمه تستوي مع الطماطم. ما بسويش اللحمه كده وبعد كده احط الطماطم يا دوبك التسبيكه بس، لا. زي ما انتوا شايفين كده، هي شربت يعني نزلت ميتها ورجعت شربتها تاني. انا بحب الطريقة دي اوي. وترجع سوى اللحمة بيبقى في الايه، في الطماطم نفسها، في التسبيكة نفسها. انا عندي الطماطم مش حمرا قوي، حطيت يعني اخر معلقتين صلصة كده. ودي طماطم انا مصفياها يعني حوالي شفشق كده. آه حطيتها كده على بال ما يعني الطماطم تتسبك، يعني تسبك التسبيكة اللي هي التمام، الاقي اللحمة استوت. يعني الاتنين بياخدوا سوا واحد، ما بتقعدش كتير. بس كده بيبقى احلى. بس يعني الطماطم طلعت التسبيكة طلعت ازاي ونطرت الايدام بتاعها. انا بحبها كده بصراحة اوي اوي. ما بحبش اسوي اللحمة وارجع احط، ما بحبش كده. بحب كله يستوي مع بعض، بتبقى واخدة ريحة اللحمة وشمخة اللحمة كده، بتبقى جميلة. انا كده دخلت يعني 3/4 يعني في السوا. اروح ايه، احط بقى الطبيخ حتى لو عامله 10 انواع، يعني مش 10 انواع يعني، مثلا يعني بمثل لكم ان انا بعمل هي تسبيكه واحده، ومنها انا بقى ايه، يعني بقسم بقى. ما بعملش تسبيكتين لنوعين طبيخ او 3، لا، هي تسبيكه واحده. دي لوبيا انا نقعها من بالليل، ما بسلقش اللوبيا خالص. انا بنقعها من بالليل وهي بتاخد سوا، بقيت سوا يعني اللحمة وبتستوي معايا. انما ما بسلقش لوبيا ولا فاصوليا بيضة ولا الكلام ده، الا بقى لو مستعجلة.
ممكن اللي انا اعمل ممكن اللي انا اعمله، او نسيت او مستعجلها كده تتسلق معايا. اما في وقت لا، بقوم بالليل قبل ما، عارفه طبعا من بالليل انت هتطبخي او هتعملي اكل ايه، بطلع حاجتي من بالليل. فانا جيت بالليل رحت ايه، نقع اللوبيا وسبتها بقى ايه على بال الصبح، بقوم اغسلها وارجع احطها عادي بقى ايه، استعملها زي ما انتوا شايفين كده. البسله دي انا مفرزاها، بس انا مش سلقاها، انا حطاها نيه. انا يا دوب البسله بفصصها واقطع عليها الجزر واسيبها تنشف خالص من الميه، وابدا احط ايه، احطها بقى اعبيها في اكياس على قد ما انت ايه احتياجك ليها. بصوا عامله ازاي يعني، بس التلجة دي بس قافشه فيها، انما هي يعني بسيبها ايه مع التسبيكه كده شويه تاخد وتدي، وبعد كده بحط عليها ايه الميه او الشوربه زي ما تحبي. انا ما عنديش شوربه فحطيت ميه، يعني مش عامله حاجه بشوربه رحت حاطه ميه. كده اللحمه مستويه 3/4 سوا، بالسوا كامل، على بال ما التسبيكه يعني اللوبيا تستوي تروح اللحمه مكمله سواها كده. هنا خلاص انا قربت اقفل عليها، بس حطيت نص معلقه على اللوبيا، بس نص معلقه توم ني، نص معلقه توم ني على اللوبيا بس، واسيبها ايه تاخد براحتها. وادي البسله انا طفيت على البسله، كانت استوت انا طفيت عليها خلاص. هنعمل مع بعض الرز. الرز حطيت معلقه سمنه، وساعات بحط يعني حبه زيت كده. بصراحه الزيت بيديله لمعه جدا، يعني مش هيخلي ريحته وحشه ولا حاجه، يعني ريحه الرز مش حلوه ولا حاجه. انت حاطه سمنه وسمنه بلدي كمان، او حتى لو سمنه عاديه من النبات العاديه دي برضو ربنا بيحلي بتبقى طعمها حلو. بس يعني بق الزيت اللي انت بتحطيه دوت بيدي الرز فلفله كده ولمعه. انا ما بكترش في الطبيخ عشان ولادي مش اكلين يعني في الطبيخ، هو ما بيحبوش اصلا يعني. بس انا ايه يعني قلت بقى احنا بقالنا كتير 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 قوي يعني اللي انا ما طبختش، فقلت بصراحة ايه يعني ارتاح شوية بقى من وقفة المطبخ. انتوا عارفين ان الطبيخ لازم يبات، وعندنا لازم يبات الطبيخ، فقلت بقى ارتاح بصراحة. فبخلص فبعمل كميات، ما بعملش كميات كبيرة، هو على قد الفطار. ولو فات طبقين كده لتاني يوم تمام، ما فاتش خلاص الحمد لله. بس طبعا فاض وفاض كمان يعني، الحمد لله. والله وقفة المطبخ انا كنت زمان بحب وقفة المطبخ وبحب اعمل اكل وكده، بس دلوقتي يعني الواحد ايه بقى، ربنا يشفيني يا ربي كده يعني، بقى بدأ دراعي يوجعني، بدأت اتعب بعمل علاج طبيعي، فبدأ اللي هو يعني حسيت ان هو ايه العلاج الطبيعي بيهدي حيلي. فاليوم اللي بعمل فيه العلاج الطبيعي انا ما بقدرش اعمل فيه اكلي، ما بقدرش اخش فيه المطبخ اصلا. فالحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا كلنا يا رب، اللهم امين يا رب. بس ادي الرز الشعريه اتحمرت، انا بحبها اللون دوت. ف يعني حور الرز كده شويه بحيث ان الميه بس تنشف منه عشان يبقى الرزايه مفلفله معاكي كده، واحط عليه ميه زي ما قلت لكم. انا بحب من عشاق الرز ان انا اسقيه شوربه، بس بصراحه ما عنديش شوربه فبضطر اسقيه ميه. انما لو عندي شوربه انا مفيش كلام، بس الرز ايا كان بقى يعني للفتة او رز بشعرية زي كده لازم اسقي شوربه. فبما اني ما عنديش يعني فماشي، حطيت المية بمقدار اللي انت عارفاه للرز، الرز المصري بتاعنا عادي. حط الملح بس، ما بحطش فلفل اسود ولا الكلام ده، مش عارفين ناس بتحب كده، لا انا هو الرز عندي هو ملح وبس. لو في شوربة خير وبركة بيبقى فيها كل حاجة، اما ما بحطش فلفل اسود ولا الكلام ده. ساعات لما كده بحط واحدة ماجي مكعب واحد بس يعني. فما عنديش عادي بقى هو الملح وخلاص، وبيطلع زي طعمه زي العسل يعني. نص الرز فلفل معايا ازاي، وريحته بقى والله ما قادره اقول لكم عامل ازاي. انا بحب لون الشعريه كده،
وبحب الشعرية تكون اكتر من الرز. يعني انا ممكن احط نص كيس شعرية على كوبايتين رز او كوباية ونص، بحب كده أوي بتبقى طعمها جميل. انا كده غرفت، ادي البسلة وادي اللوبيا والرز، ويا رب النهارده فطارنا يعني يعجبكم. بندي افكار لبعضينا، ومتشكره ليك قوي. السلام عليكم ورحمه الله.